مساء الفل. ازاي نقدر نستخدم زيت جونسون ونحافظ بيه على الترطيب بتاعه لاطول وقت ممكن، مش مجرد ان احنا بنحط حاجه تلمع علينا جسمنا. زيت جونسون اللي معايا دلوقتي هو الحجم ده، المفروض انه 200 مللي، سعره تقريبا حاجه و50 حاليا، معرفش اذا كان غلي او لا. اعتقد يعني انه كان حاجه و50. المهم ان الزيت ده المفروض ان احنا بنستخدمه بعد الشاور على طول. في منه كذا ريحه، في البينك بس اللافندر احلى، اللي هو كان على اللون اللافندر ده احلى في الريحه. ايا كان اختاروا اللون اللي تحبوه. اللي احنا هنعمله علشان نحصل بيه على اقوى ترطيب في الدنيا ممكن البني ادم يوصله، وهي اننا هنستخدم معاه اي كريم مرطب او اي لوشن. ازاي بقى؟ اول حاجه لازم نكون بعد الشاور على طول، علشان الجسم بيكون متفتح من البخار. طبعا بناخد شاور بميه دافيه، الجسم بيكون لسه مفتح مسامه، بيكون الجسم مندي، يدوب بننشف على خفيف. وبعد كده بنبدا ان احنا نحط اللوشن الاول. بنحط اللوشن الاول وبعد كده بنحطه على جسمنا كله، وبعدين بنحط الزيت بتاعنا. بنحط الزيت بكميات مش كبيره علشان ما تحسيش ان الدنيا زادت معاكي. الزيت بنبدا ان احنا نحطه بكميه بسيطه، بناخد شويه وندهنها على الجسم كله. ده بيحبس الترطيب بتاع اللوشن، كمان بيدينا نتيجه حلوه جدا وترطيب اكتر. الافضل ان احنا ما نلبسش على طول الهدوم في نفس الوقت، علشان الهدوم هتسحب كل الزيت اللي احنا حطيناه ومش هيكون فيه اي فايده. يبقى اول حاجه ان احنا نكون واخدين شاور، مسام الجسم متفتحه، الجسم يكون مندي، نحط لوشن الاول او كريم ترطيب، وبعد كده نبدا ان احنا نحط الزيت ده، ونستنى شويه وبعد كده نلبس هدومنا. لو عملتي كده المفروض النتيجه بتفضل معاكي اليومين، انت مش محتاجه ترطبي جسمك. اهم حاجه الكريم المرطب او اللوشن يكون ترطيبه كويس. يعني ما تجيبيش لوشن اصلا مش بيرطب او اصلا مش عاجبك الترطيب بتاعه وتقولي هستخدمه، لان الفكره انه الزيت بيحبس الترطيب بتاع اللوشن مع ترطيب الزيت، فده بيديكي نتيجه كويسه قوي. الزيت بيقعد معاكي كتير فتره طويله، بيدي كمان لمعه للجسم مع ريحه حلوه. اختاري الريحه اللي تحبيها. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، استنوني في الفيديو الجاي.